واحد يا حبيبي بدوي ابتلاه الله بالمخدرات، طاح في المخدرات. المهم يوم فلسع نص تفسيع او تفليع ولا ايش يسمونه، المهم نص مفلسع. اخونا هذا اللي بنص مفلسع دخل على امام مسجد قال له يا شيخ شوف، يا توظفني وتشوف لي وظيفه يا يمين بالله لاسوي لك مشكله في المسجد ذا. المهم الامام خاف منه. المسجد هذا يا شباب في شمال المملكه، بجنبه مقبره، طيب، والمقبره هذه بجنبها ما بين المسجد والمقبره في منتزه، المنتزه هذا مزروع، يجوا العوائل يجلسوا في هذا المنتزه. المهم قال تدري خليني اوظف ويطرد مين؟ يطرد الشباب اللي يجون في الليل هنا حقين الاغاني وحقين المنكر ويقعدوا في هذا المكان. المهم أذى الشباب وما خلى المكان يجلس فيه إلا عوائل. الشباب يبغوا يتخلصوا منه ينفكوا منه كيف؟ ما لقيوا حل إلا إنهم ينطوا المقبرة. يوم نطوا المقبرة فسخوا ملابسهم وبقوا السروال الصغير، وأخذوا موية وطين وبدوا إيش؟ يمسحوا في جسمهم بالموية والطين، وقالوا نسوي نفسنا إيش؟ إننا إيش؟ أموات. بكذا بإذن الله الآدم يفقع من هنا والعدي. المهم دخلوا المقبرة الشباب 6. أخونا في الله طبعا بالعصاية قاعد إيش؟ قاعد يلف على الشباب، ما في أحد يجلس في المكان، أمسح. شوية واحد من الشباب أخذ حجر ورمى البوابة حق المقبرة. الآدم يطل في الباب كذا، ايوه مين ذا؟ راح يا حبيبي دخل عنده غرفة، عنده عصاية منقع جدة بزيت، تمام؟ يبغى يلسع مين؟ يبغى يلسع الأموات يا حبيبي. المهم فتح باب المقبرة اللي قدامه 6 من الشباب. المهم الآدم ياخذ العصاية كذا، وراه كل ميت على قبره. كيف؟ كل ميت على قبره ضرب، ويلحق الشباب. في واحد شارد على اليمين في باب صغير في الزاوية هناك، الآدم يجري من قلبه والبدوي وراه ويجري وراه. المهم ويلحق الآدم ويلحقوا معرضوا له. الآدم المسكين شقلب ويحط العصاية في راسه هنا. الآدم هاك زي كذا، شوف هات العصاية. آدم طايح على الأرض حط العصاية في راسه زي كذا. وين قبرك؟ علمني. الأحياء ما لقي وظائف برا تبغى تنتثروا علينا وتجيبوا لنا. اليوم من الأيام دخلت مواد بنا سباكة، أيامها كنت أعمر، والتعمير عندنا في جدة كم نوع؟ نوعين. واحد يعمر بيت، الثاني يعمر إيش؟ يعمر إيش؟ والله يأجر السطوح وتلقاه في الليل قاعد فرفرة في الحواري، ويا تلقاه يدور ورا الحلوين في الدواري، صح ولا لا؟ هذول الشباب اللي مأجرين السطح. المهم يا حبيبي دخلت مواد بنا، لقيت مصري معاه شاكوش زعلان. ايش في يا عم حسين؟ والله لاكسر نفوخه. قلت نفوخ مين؟ قال نفوخ السوداني ده. السوداني طبعا مروق وجالس على كرسي وفي يده زراديه. ايش في يا عم محمود؟ قال والله يا شيخ وليد علي الطلاق لأبرم ليه اذنه واطلع ليه اذنه من راسه، خليه يجي. طبعا اخونا المصري ما حد ماسكه، فكوني سيبوني. المهم اخونا محمود جالس، تعال. المهم قلت كيف افك المشكله؟ افك المشكله بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت شوف يا عم محمود، ترى النبي صلى الله عليه وسلم حبيبي وحبيبك يقول في اخواننا المصريين استوصوا باهل مصر خيرا فان لنا نسبا فيها وصهرا. قال عم حسين الله 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 الله، انت جبت الحديث ده منين يا شيخ وليد؟ قلت هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال والله ده اعظم حديث عنه النبي. المهم جلست كذا قال وحياة رب الكعبة يا شيخ وليد تقول الحديث ده في خطبة الجمعة عشان اخواننا السعوديين يعرفوا الحديث. قلت ابشر بس فكنا شرك. يوم طلع قال لي السوداني تعال تعال يا شيخ. قلت نعم. قال ما عندك حديث عن السوادنا كذا ولا كذا؟ قلت والله ما في حديث الا اختلق لك حديث.